صباح الخير. النهارده هعمل معاكم صينيه جلاش باللحمه المفرومه، ودي لحمه عصجتها، وده الجلاش. ومعايا هنا الصينيه بتاعتي، دي الحاجات اللي انا هستعملها. ومعايا 3 معالق كبار سمنه مسيحاهم بس مش هستعملهم كلهم، وفلفل اسود وملح بس، وحليب. حابه تحطي بيض اللي يريحك، بس دي الحاجات اللي انا بستعملها. حابه تحطي حليب على شوربه برضو بتبقى جميله خالص، بس انا بحبه كده. خلاص انا هوريلكم الطريقه ونبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، اول حاجه هعملها هو ان انا ادهن الصينيه بتاعتي اهو. انا بحب ادهنها كويس. حابه تحطي سمنه بلدي اللي يريحك، يعني كله متاح ليكي. هجيب بقى الجلاش بتاعي كده، هجيب مثلا ورقتين. خلاص اهو، ما يهمكيش انه يكون مقطع، عادي عادي خالص يعني اهو. وهعمل كده، دول كده ورقتين 2 بس، وهجيب ورقتين كمان. ممكن نعمل كده اهو. اي قطع واي حاجات من دي ما بتبانش معاكي خالص، صدقيني يعني. بس في حاجات اساسيه لازم تعرفيها وتمشي عليها يعني اهو. يعني دي ما تخوفكيش، عادي خالص اهو. انا بس مش حابه ان انا يعني ايه، في ناس هتقول السمنه دي كتير، ناس هتقول لا السمنه شويه، انت حطيتي كام ورقه وما حطيتيش عليهم بس انا عارفه انه هيطلع مورق. وكنت سمعت مره واحده يوتيوبر برضو كانت بتقول انها بتحط باودر، مش فاهمه ليه يعني، مش كيك هو. طبعا انا بالنظر بشوف الطبقات علشان خاطر ما يطلعش ناحيه فيها مثلا، او من فوق شويه ومن تحت كتير وكده، لا، عينك ميزان اهو. حابه تعملي كده بالفرشه اهو. هو التركايه اللي بتفرق بقى هقول لكم بتبقى في ايه. انا هنا كده ممكن اخد ورقه وبعدين انزل بالحشو. التركايه بتبقى في ايه بقى؟ في انك انتي بتحطي اللبن ده ازاي، او الشوربه بتاعتك ازاي كده كده هيبقى بالظبط. هنزل بقى باللحمه، وبلاش تكون سخنه، يعني دي نصيحه بقى لحبايبي، بلاش تكون سخنه. هي لو دافيه تمام، لكن سخنه لا، سخنه هتهريلك الورق بتاعك ده. واحشي بقى كويس خالص، اظبطي كده براحتك اهو. تمام كده اهو. مينفعش طبعا ان انا احط المعلقه دي في السمنه تاني، لاني ممكن ماخدش كميه السمنه دي كلها، فهمتوني اهو. دول كده هطبقهم كانك بتطبقي طرحه كده اهو. خلاص في ناس بتحب تحط شوربه على حليب، وفي ناس بتحب تحط شوربه بس. انتي وذوقك، انتي اللي هتاكلي. انا علشان خاطر الولاد حابه ان انا ازود لهم القيمه الغذائيه في الاكل،
احنا طبقنا كده يبقى نحط دي كده، الرق اللي متطبق يبقى عكس اللي حطيناه الناحية التانية. يعني هفهمكم اكتر دلوقتي. اهو دي اخر ورقة انا طبقت التطبيقة دي الناحية دي، يبقى المرة دي تبقى الناحية دي. فهمتولي بقى؟ اهو لازم اخر ورقة تكون على قد ما تقدري خالص تكوني منقياها ورقة مظبوطة. هقول لكم بقى بعدين نيجي هنا كده خلاص، اجيب سكينتي وهقطع كده. طبعا التقطيع مفهوش يعني افتكاسة يعني. دي مثلا انا شايفة انها تتقطع كده اهو، علشان خاطر تطلع معايا مربعات شكلها حلو. يعني انا شايفة ان دي مثلا هتبقى كويسة لو كانت في طبق يعني اهو. وانتي وعدد الضيوف اللي عندك او عدد اسرتك، يعني ممكن دي تعمليها كده يبقى دي بدل ما تطلع 2 لا طلعت معاكي 4 براحتك خالص. دي ممكن نرفعها شوية اهو. عايزة تقطعيها بالسكينة بتاعة البيتزا تمام، اللي هي العجلة دي، لو خايفة يعني انك انتي ما تعرفيش تتحكمي كويس. ولازم لازم لازم سواء الجلاش حلو او حادق يتقطع قبل ما تنزلي عليه بالشوربة او بالحليب بتاعك، لازم. بعد كده مش هتعرفي تقطعيه. تمام اهي. هحط شوية سمنة اهو. السمنة دي بتخليه مورق، يعني بتخليه زي الفطير كده بيبقى شكله حلو. تمام. هنا بقى هنيجي نعمل حاجة لطيفة. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالحليب هنا كده تمام، وهنحط شوية فلفل اسود وشوية ملح اهو، ونقلبهم كويس خالص. طيب انا دلوقتي لو نزلت بالكمية دي كلها اهو، لو نزلت بالكمية دي كلها هيبقى ده الافضل؟ لا، هقولك هنعمل ايه. انا هنزل بنص الكمية دي دلوقتي، طبعا الفرن بتاعي مولع اهو اهو، وهسيب شوية. لامتى بقى؟ لازم تعملي كده. هسيب شوية ل50% سوا، هروح نازلة بالباقي. طيب انتي مثلا هتتضايقي من شكل الفلفل الاسود ده، هو مش هيبان، بالعكس هيديلك كمان درجة تحمير حلوة خالص. اللي بيحبوا البيض على الجلاش هتحطيه في الخطوة دي مع الحليب او مع الشوربة، تربيهم في بعض كويس خالص خالص، وبعدين تنزلي بيهم تمام. وبرده اهو، وبرده نص الكمية او ربعها يتبقى، علشان خاطر هو ده اللي بيخلي الجلاش بتاعك حلو ومميز. حابة تضيفي معلقة سمنة وانتي بتسقي برضو اللي يريحك خالص. انا هدخله الفرن على درجة حرارة 180، وعند مثلا نص التسوية وانا بضيف شوية الباقيين دول هوريلكم انا بضيفهم امتى. كده شايفين بقى؟ بصوا بدأ الحرف يعمل ازاي. خلاص هتدخل في سوا اهي. هنزل بقى بباقي الخليط بتاعي، هو ده بقى الوقت المناسب اهو. لكن لو كنت نزلت بيه مرة واحدة لا، ما كانش هيديني النتيجة اللي انا بلقاها بعد ما بعمل الخطوة دي. وهتجربوا هتدعولي. الناس اللي ما بتحبش شكل الفلفل الاسود ده ما تحطيهوش براحتك خالص، لكن انا عن نفسي بحبه. خلاص اللي يعجبك من طريقتي اعمليه، واللي ما يعجبكيش تغاضي عنه خالص.
كده هرجعها الفرن تاني وهشغل مع تحت. انا مشغله درجه حراره 180، حطاها فوق على السلك فوق الصاج على طول. دلوقتي بقى انا هشغل الشوايه كمان خلاص، ولما اخرجها هوريهولكم. الصينيه بتاعتي اهي خرجت من الفرن. طبعا هي سخنه قوي. بصوا بقى، طبعا الحد اللي انا كنت مقطعاه باين بس مش قوي خلاص، فانا هدوس بالسكينه اهو اهو، ما بياخدش وقت خالص لان انا محدداه. هو بقى انا لو ما قطعتوش قبل ما يدخل الفرن ما كنتش هعرف اقطعه دلوقتي خالص. تمام كده، معلش بقى اهو اقطع دي بس معاكم. وطبعا يعني يستحب الحاجات دي كده انك تستني عليها شويه، ما تستعجليش يعني. في حته بقى عايزه اوضحها لكم. طبعا الصينيه اهي زي ما انتم شايفين. بصوا عايزه اوضح لكم ايه بقى. انا لما قلت لكم ان انا موزعه الطبقات قد بعضها كان عشان خاطر كده. بصوا ده الحشو اهو. بصوا بقى هو لما يبرد كمان هتبان التوريقه. بصوا كده اهو، شايفين دي طبقه اهي، من تحت كمان يبان اهو. بصوا كده اهو، شايفين الطبقات اهو اهو، عامل زي الفطير. ليه؟ اولا مظبوط، هوريلكم اكتر. معلش بقى الناس اللي بتقولي بتستعملي ايدك كتير يعني، معلش ابقوا جروا الحته دي. بصوا اهو، شايفين اهو، شايفين عامل ازاي. طيب نيجي من تحت. انا عايزه افهمكم عشان خاطر العزومات تبقى حاجتك مميزه، او لو انتي عروسه وتعملي اكل بقى لحماتك بقى وحاجات. بصي ادي ورقه اهو 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 اهو، شايفين التوريقه اهو. انا اكلت جلاش عند ناس وشفت غلطات ستات واكلت طبعا عند ناس وكان احسن من حاجتي بكتير. بس الغلطات بتعلمك، الست الشاطره بتعلم من غلطها وغلط غيرها خلاص. فطريقه الجلاش دي بتطلع معاكي مورقه وناجحه وبتشرفك في العزومات جدا جدا زي ما شفتي. ولسه لما يبرد كمان هيبقى اجمل من كده. لما تحطي نص الكميه او 3/4 اللبن بالبيض او بالشوربه او اللي انت حباه كله، وتسيبي شويه صغننين في اخر السوا، بتفرق جدا. هي بقى اللي بتعمل التوريقه دي، بالاضافه للسمنه طبعا، بالاضافه ان اللحمه المعصجه دي ما تكونش سخنه. لو نزلت سخنه على الجلاش بتاعك هتروح عامله ميه معجنه الجلاش. يورق ازاي؟ مش هينفع يورق خالص. تمام كده. دي طريقتي في صينيه الجلاش باللحمه المفرومه، ومش اول ولا اخر مره هعملها معاكم، هعمله تاني كتير. هعمل معاكم جلاش بالفراخ، هعمل معاكم جلاش بالسوسيس بالسجق. اللي حابينه كله كمان اطلبوه مني، انا تحت امركم في اي حاجه خلاص. ويا رب تكون وصفتي النهارده سهله وخفيفه وتعجبكم. ولو عندكم اضافه، واكيد انتوا عندكم طبعا، تضيفوها لاختكم، وهكون سعيده جدا بارائكم خلاص. وكل جمعه وانتم طيبين، وبدايه شهر سعيد وكريم علينا ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله ان شاء الله، وتدعوا لي بقى يعني قناتي تكبر، والسنه الجايه في بدايه رجب زي كده اكون محققه حلم انا نفسي فيه. فادعوا لي لو بتحبوني، وانا بحبكم جدا جدا جدا. وبشكر كل اللي بيتصل عليا يدعمني، وبشكر كل اللي بيتصل عليا او يعمل لي بس كومنت كده حلو يرفع من معنوياتي عشان خاطر اعمل لكم الحلقات دي. فميرسي قوي 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 لكل اللي بيدعموني وكل اللي بيكلموني، واتمنى اكون ضيفه خفيفه على بيوتكم ان شاء الله. يلا حبايبي، باي باي.